السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية. اليوم رح نحضر مع بعض حلا كتير سهل وطيب ولذيذ ومكوناته بسيطة ومتوفرة بكل بيت. حلا بارد ومنعش ببارد على القلب بدون استخدام فرن وبدون إضافة بيض. شكله بشهي وطعمتها بتجنن، فتابعوا معي الوصفة خطوة بخطوة. وهلأ يلا نبلش. بالبداية رح أبدأ بتشكيل طبقة البسكوت. أنا هون عندي باكيت ونص من بسكوت الشاي، فيكن تستخدموا أي نوع بسكوت متوفر عندكن. وجهزت نص كاسة حليب بزبدية، ورح بلش غمس البسكوت فيها وصفهم بالبايركس. وانتو عم تصفوا لازم تنتبهوا كتير منيح انه يكونوا البسكوتات مرصوصين على بعض وما تتركوا اي فراغ بالبايركس. وإذا حبيتوا كمان فيكن تضيفوهن على زبادي، كمان بيطلع شكلهم حلو وطريقة تقديمهم كتير ظريفة. وحابة أذكركم فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وهالوصفة متأكدة انه ما رح تفشل معكم ابدا، بتجربوها مرة وبتصير من وصفاتكم المفضلة. تخيلوا انه بحلا من 3 طبقات، شكله خرافي وطعمته اروع من حلا المحلات. هلا خلصت بتشكيل اول طبقة بسكوت، ورح تضيف كمان طبقة تانية من البسكوت. بنفس الطريقة رح اغمس البسكوتات بالحليب ورح صفهم، واهم شي ما نترك اي فراغات بالبايركس. وطبعا إذا عم تستخدموا بسكوت تاني بيكون سميك فما في داعي للطبقتين، هي طبقة واحدة رح تكون كافية. وهيك انتهيت من طبقة البسكوت وصارت عندي أول طبقة جاهزة. وهلأ رح أبدأ بتشكيل الطبقة التانية. رح أضيف 5 كاسات من الحليب. أكتر شي بحبه بهالوصفة إنها غنية بالحليب، يعني ولادك رح يستفيدوا ويستمتعوا بنفس الوقت. وهي كمان فكرة ذكية للأمهات، لأنه في كمية حليب منيحة، فأولادك رح ياكلوا بدون ما يحسوا إنه حليب. لأنه في أطفال بيرفضوا إنه يشربوا الحليب، فمستحيل يرفضوا هالطعام، هو مغذي ولذيذ. وبعدين رح أضيف كاسة سكر. طبعا إضافة السكر بتكون حسب الرغبة، بس هيك رح تطلع حلاوتها ممتازة وكتير ظريفة. وبعدين رح أضيف 5 معالق مليانين من بودرة الكستر. وهيك بكون ضفت كل مكونات الطبقة التانية. رح حركن على البارد لحتى تنزال اي تكتلات موجودة عندي، وبعدين رح ارفعن على الغاز واستمر بالتحريك. بضل بحرك هيك لحتى يتقل القوام ويبلش يغلي عندي. مثل مو شايفين كيف تقل القوام، وهيك صار جاهز عندي. وهلأ رح ضيف الخليط على طبقة البسكوت. ريحة الكستر والحليب لحالها بتفتح النفس. وبعدين رح مدهم لحتى يصيروا على مستوى واحد، بتكون الطبقة التانية صارت جاهزة. وما بخبركن قديه هالوصفة سهلة وبنفس الوقت هي ضيافة فخمة. إذا حابين تقدموها لضيوفكن فهي كتير بتبيض الوجه. قوام الخليط ما شاء الله طالع ولا أروع. بتمدوه هيك لحتى يصير على مستوى واحد وبشكل مرتب. بعد ما جهزت عندي هي الطبقة اللي هي الطبقة الثانية، رح أضيف عليها كمان طبقة بسكوت، بس هالمرة ما رح أغمسهم بالحليب، لأنه هي رح تتشرب من طبقة الكاسترد موجودة تحتها، وكمان الطبقة اللي رح أضيفها فوقها. وبنفس الطريقة اللي صفيت فيها الطبقة الأولى، لازم يكونوا البسكوتات مرصوصين على بعض وما تتركوا أي فراغات. ولتحضير الطبقة الثالثة رح ضيف كاسة ونص من الحليب، ورح ضيف عليهم معلقة ونص من بودرة الكاستر، ومعلقة ونص من السكر. كمان الحلاوة مثل ما خبرتكم على حسب الرغبة، بس هيك الحلاوة هاي الطبقة كمان طلعت كتير ممتازة. وضفت معلقة كاكاو ولحركهم كمان على البارد، وبعدين ارفعهم على الغاز وضل عم حرك هيك لحتى يسمك القوام ويتقل وبلش يغلي. هيك مثل ما شايفين صار عندي جاهز، وقوامه بشهي وبياخد العقل، وريحته كمان بتاخد العقل. مثل ما شايفين ما شاء الله هيك صار جاهز. ورح ضيفه على طبقة البسكوت، ورح مدهم كمان على مستوى واحد. طبعا انا ضفت الكاكاو الخام اللي بدون سكر، وطلعت كمية السكر كتير ممتازة.
ومثل ما خبرتكن حسب الرغبة، إذا حبيتوا يكون السكر زيادة فأنتوا بتدوقوا وبتضيفوا حسب رغبتكن. وهيك صارت جاهزة عندي الطبقة الثالثة، وهلأ رح دخلها على البراد، وبدها تقريبا شي ساعتين حتى تتماسك الطبقات وتبرد تماما. وهلأ بعد ما طلعتها من البراد للتزيين طحنت بسكوت ورح زين فيه. فيكن كمان تضيفوا بودرة الكاكاو أو شوكولا مبشورة أو مكسرات ناعمة، كل شي بيعطي لمسة خاصة على حسب رغبتكن وحسب شو بتحبوا. وهيك صارت جاهزة عندي أطيب حلا. شوفولي ما شاء الله قديه طالع شكله مرتب وبشهي وبيفتح النفس وبتاخد العقل. مو بس شكلها حلو، كمان طعمتها كتير لذيذة وقوامها طري ولذيذ وكتير سلس، بتدوب بالتم ذوبان. وهلأ رح أقطعها لحتى تشوفوا الطبقات من جوا كيف طالعة مرتبة وناعمة وكريمية، وفعلا حلا فاخر وسهل بنفس الوقت. شوفولي ما شاء الله الطبقات من جوا كيف مرتبة وطالعة كريمية وطرية وكتير سلسة، بتدوب بالتم ذوبان. شاركوا هالفيديو مع حدا بتحبوه، خلوه يعملكن منه وتدوقوها وتخبرونا رأيكم، وخبروني شو حابين أعمل وصفات حلا بالفيديوهات الجاية. اقترحوا علي وشاركوني تعليقاتكم وآرائكم. وعن جد يا جماعة على قد ما لها خفيفة ولذيذة فأنا ما قدرت قاوم، أكلت نصها وأنا واقفة. كل لقمة بتجر التانية بدون ما تحسي، وعن جد ما بينشبع منها. وهيك كانت وصفتنا لليوم، حلا طبقات الكاسترد الناعم والخفيف. جربوها وبتشوفوا قديش سهلة وطيبة، وخبروني رأيكم. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعيلة طبخة وتحلاية كبار. سلام.